عمرك كنت واقف في مكان لأول مرة في حياتك وفجأة جالك شعور غريب إنك كنت هنا قبل كده؟ مش بس المكان، لأ، ده انت حسيت إنك عارف الشخص اللي داخل من الباب هيقول ايه، وعارف حركة الإيد هتكون ازاي، وحتى صوت كوباية الشاي وهي بتتحط على الترابيزة سمعته قبل كده بالملي. اللحظة دي بنسميها ديجافو. بس هل سألت نفسك قبل كده هو ايه اللي بيحصل في دماغنا في الثواني دي؟ وهل دي مجرد وهم ولا عقلك بيحاول يمرر لك رسالة من عالم تاني؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من الحكاية بتقول ايه. أنا ملك إسلام، والنهاردة هنغوص جوه تجاعيد المخ البشري عشان نفك شفرة واحدة من أعظم ألغاز الوعي. كلمة ديجافو هي كلمة فرنسية شيك جدا، معناها الحرفي شوهد من قبل. اللي أطلق المصطلح ده كان الفيلسوف والباحث الفرنسي إيميل بوراك سنة 1876. قبل الوقت ده الناس كانت بتتعامل مع الظاهرة دي على إنها سحر أو تناسخ أرواح أو حتى رؤى غيبية، لكن مع تطور العلم الموضوع بدأ ياخد شكل تاني خالص. العلماء بدأوا يلاحظوا إن الظاهرة دي مش مرتبطة بسن معين، لكنها بتنشط جدا في سن الشباب من 15 ل 25 سنة، وبتقل تدريجيا مع تقدم العمر. يا ترى ليه؟ ده اللي هنعرفه في التفسير العلمي. عشان نفهم الديجافو علميا لازم نتخيل ان المخ ده عبارة عن جهاز كمبيوتر جبار، بس احيانا بيحصل فيه حاجة بنسميها جليتش او عطل فني مؤقت. دماغنا فيها جزء صغير اسمه الفص الصدغي، وجواه جزء صغير جدا ومهم جدا اسمه الحصين. الحصين ده هو امين المكتبة المسؤول عن تخزين الذكريات. العملية الطبيعية انك بتشوف الموقف بعينك، الاشارة بتروح لمراكز الادراك وبعدين تروح للحصين عشان تتخزن كذكرى. في حالة الديجافو بيحصل نوع من تأخير الإشارة العصبية بتوصل لمركز الذاكرة قبل ما توصل لمركز الإدراك الواعي بجزء من المليون من الثانية، فالمخ بيستقبل المعلومة ولما بيجي يدركها وعيا بيلاقيها أصلا موجودة في الذاكرة، فبيحصل عندك الشعور المربك ده. أنا شفت ده قبل كده. أنت فعلا شفته، بس من ثانية واحدة بس. قبل ما نكمل ونعرف ايه علاقة الأحلام والضغط النفسي بالموضوع ده وازاي ممكن ان تكون الديجافو انذار لحاجة تانية، حابة افكركم لو حابين تستمروا في رحلة البحث عن اصل الحكايات باسلوب يجمع بين العلم والرقي، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وجودكم هنا هو اللي بيخلينا نكمل ونبحث اكتر عن خفايا النفس البشرية. مش كل العلماء اتفقوا على موضوع تأخير الإشارة. في نظرية تانية اسمها تشابه الأنماط، بتقول إن عقلك ممكن يكون خزن تفصيلة صغيرة جدا من زمان جدا، زي ريحة ورد معينة أو زاوية إضاءة، ولما بيتحط في موقف جديد في نفس التفصيلة دي عقلك بيعمل تعميم وبيحسسك إن الموقف كله متكرر. وفي منطقة تانية خالص بعيد عن المعامل، الفلاسفة وعلماء الفيزياء النظرية بيتكلموا عن الأكوان المتوازية. بيتخيلوا ان الديجافو هي لحظة تزامن بين نسختك في العالم ده ونسختك في عالم موازي، كأن الترددات ظبطت مع بعض في ثانية واحدة. طبعا دي نظرية ملهاش دليل مادي، بس بتفتح باب للخيال والدهشة. امتى الموضوع يكون مقلق وازاي تتعامل معاه؟ الديجافو هي نظرية طبيعية جدا، وهي ظاهرة صحية بتحصل ل70% من سكان الكوكب، وغالبا بتحصل لما بنكون مجهدين أو مش نايمين كويس أو حتى تحت ضغط نفسي كبير. ليه؟ لأن التعب بيخلي النقلات العصبية في المخ سرعتها مش مظبوطة، فبيزيد احتمال حدوث الجليتش اللي اتكلمنا عنه. لكن امتى نركز؟ لو الظاهرة دي بدأت تتكرر كتير جدا، مثلا عدة مرات في الأسبوع، أو بدأت تيجي معاها أحاسيس غريبة زي ريحة مش موجودة أو شعور بالخوف المفاجئ. في الحالة دي ممكن تكون مرتبطة بنشاط كهربي زيادة في المخ. طيب ازاي نتعامل مع اللحظة دي؟ أول ما تحس بالديجافو ما تقلقش، خد نفس عميق وحاول تثبت نفسك في الواقع. بص على ساعة أو المس حاجة ملمسها واضح جنبك، ده بيساعد المخ إنه يعمل ريفرش ويرجع يظبط توقيتات الإشارة العصبية بتاعته. في الآخر الديجافو بتثبت لنا إن أعظم لغز في الكون مش النجوم ولا المجرات، لكن هو إحنا. دماغنا اللي وزنها كيلو ونص دي جواها عوالم وأسرار العلم لسه كل يوم بيكتشف فيها جديد. ديجافو هي مجرد لمحة بتعرفنا إن إدراكنا للزمن وللواقع هو شيء معقد جدا وأكبر بكتير من اللي بنشوفه. دلوقتي جه دوركم،
قولولي ايه أطول أو أغرب لحظة ديجافو مرت عليكم، وهل كنتوا فاكرينها حاجة خارقة للطبيعة ولا كنتوا عارفين التفسير العلمي؟ أنا ملك إسلام، ودي كانت حكايتنا النهاردة. استنوني في حكاية جديدة، لأن دايما الحكاية لسه فيها كلام. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.